السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده عملت بودرة النسكويك او الهوت شوكليت بطريقة سهلة خالص وبسيطة، وكل مكوناتنا في البيت، مش هنشتري اي حاجة من بره. ما عدناش هنشتريه من بره تاني يا جماعة، نعمله في البيت بكل سهولة. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبكم الفيديو. اول حاجة انا جبت بولة، نزلت بمعلقتين من السكر البودرة كبار، ونزلت برضو بمعلقتين من الكاكاو الخام الغير محلي، وهنزل برضو بمعلقة كبيرة من الكريم، بودرة الكريم شانتيه، برضو غير محلي. ونزلت برضو بنص معلقة صغيرة من القرفة. القرفة بتديها طعم حلو قوي يا جماعة، هي الأساس بتاعنا، بس ما بنكترش فيها، احنا بنحط بس نص معلقة صغيرة. وبعد كده حطيت رشة من الفانيليا. ما نكترش عن رشه من الفانيليا عشان خاطر الريحه بتاعتها، ما احناش عايزينها تبقى موجوده في البودره النسكويك او الهوت شوكليت، ما تبقاش يعني ايه قوامها يعني عالي قوي. شوفوا بقى عامله ازاي، جميله ازاي يا جماعه، طعمها كمان خطير، اكنك جايباها من بره. بعد كده بقى انا هصفيها في مصفى، عشان خاطر لو فيها اي حاجه يعني، او اي تكتلات يعني ما تبقاش مستحبه فيها كده، احنا بنبقى بنخليها حلوه كده من غير فيها اي حاجه. فاحنا بننخلها الاول قبل ما نعبيها. فانا عملت الكميه دي يا جماعه، احنا مش محتاجين ان احنا نكتر كميه كبيره يعني، احنا نعملها اول باول كده، اما بتخلص نعملها تاني من غير ما تشتري من بره خالص، هتعمليها في البيت بكل سهوله. جربت معاكم برضو، حطيت معلقة برضو من النسكويك وسكر، وحطيت اللبن غليته ونزلت عليها كده وقلبتها. جميلة يا جماعة وطعمها خطير، حاجة كده من الآخر. هتعجبكم الطريقة وما عدتوش هتشتروه من بره تاني. ما شاء الله تحفة. لايك وشير لو